تعال نشوف مثال على الار ال. انا دلوقتي عندي بلاتفورم معين، بقدم كورسات معينه، بقدم انا كوليدج، عندي طلبه من جميع انحاء الدول، ناس من انجلترا، عندي ناس من السعوديه، عندي ناس من مصر، وهكذا. فعندي اب او عندي بلاتفورم، عايز ابعت ايميل او عايز ابعت يعني كل ما يجي نيو كلاينت ابعت له ايميل او ابعت له رساله توضح له المفروض يعمل ايه، المفروض يسجل ازاي، او ابعت له رساله ترحيبيه مثلا او اي حاجه. فانا هستخدم موديل اسمه كيو ليرنينج مثلا، هو احد انواع الري انفورسمنت. فدلوقتي هبعت ايميل وهبعت واتساب، في اول مره هبعت ايميل، هبعت واتساب، هبعت نوتيفيكيشن على الاب بتاعي او البلاتفورم بتاعتي. فوالله اكتشفت، او تعال نمشيها الاول نفهم الموديل هيعمل ايه، وهقول له والله لو حد فتح المسج دي فخلاص كده انت خدت مكافأة. طب حد عمل لها اجنور خلاها زيرو. طب حد الغى الاشتراك اللي احنا عملناه ده ازعجه، فخلاص سالب واحد ما تعملوش تاني. فبناء عليه هفهم مثلا ان الناس اللي في انجلترا بيفتحوا الايميلات اكتر، الناس اللي في مصر بيفتحوا الواتساب اكتر، ما حدش مهتم بالايميل. انا هو قاعد على الواتساب مثلا، فالاسهل له ان انا اتواصل معاه الواتساب. الناس مثلا في دوله معينه، لا هو انا مثلا انا وقت المحاضره هخش على البلاتفورم، فهيجي لي نوتيفيكيشن فهشوفها، فانا مش هشوف اي حاجه تانية لا على ايميل ولا على واتساب. فانا فهمت خلاص ان انا مثلا جاي لعميل من انجلترا، جاي لعميل من السعوديه، جاي لعميل من مصر. بناء على اللي انا فهمته، انا بقى اتدربت خلاص، انا كموديل اتدربت لو حد فتح الرساله انا هدي له واحد، طب ما فتحهاش زيرو، طب الغى الاشتراك سالب واحد، فمش هبعت له بالطريقه دي تاني. اي حد من الدوله دي او اي حد عنده المواصفات دي، ان هو مثلا مدير وقاعد في انجلترا، التايم زون بتاعه كان مزعج، لو انا بعت له في وقت غير الوقت، يعني انا مثلا كان عندي صبح وهو عنده ليل، فاي حد بالظروف دي مش هبعت له ده تاني خالص عشان هو عمل انسبسكرايب. فبناء عليه انا بدات ابقى عندي اوتوميشن، عندي اوتوميشن من غير ما انا افكر، بقى في موديل هو اللي بيفكر لي وعارف ايه الصح. انا بس قلت له ايه الصح من الغلط، عاقبته مره وفقته مره بس. فده نوع ثالث اللي هو الار ال، اللي هو الري انفورسمنت. طبعا هو مستخدم كتير جدا في الالعاب، الشطرنج، مستخدم في الروبوت. انا ما ينفعش اجيب روبوت واقول له اف كذا اف كذا اف كذا، مستحيل، مش هقدر اجمع كل الاحتمالات. فبالعكس انا بقول له انا عايزك توصل للبوكس ده، شوف انت هتوصل له بأنهي طريقه. والله هو وصل له هو نايم مثلا، فاديله بنالتي، انت وصلت بس انت كنت ماشي على الاربع رجلين، لا انا عايزك تمشي على رجلين بس. مره في مره هيبدا يتعلم ان هو ازاي يمشي عند زي الانسان، او ازاي يوصل للتارجت اللي انا عايزه.